مساء الخير، مساء العافية، شلونكم حبايب؟ عساكم بخير وصحة وعافية وراحة بال يا رب. وينهم عشاق المقلوبة؟ تعالوا أنا وياكم نسويها خطوة بخطوة، وطعمها ما ينشبع من عنده. تردون تسووها بالدجاج مثل ما أني سويتها، أو تسووها باللحم. بالبداية عندي دجاجة كاملة قطعتها نصفين، وخليت الجدر يحمى، وما ضفت ولا قطرة من الزيت. وضفت الدجاج وخليه يتشوح ويذب الزفر مالته. بعدين ضفت راس بصل وسط قطعته 4 قطع، وبعد ما شوح الوجه الأول راح أقلبه على الوجه الثاني، وأضيف ربع خاشوقة من الكركم، وعلى مود أتخلص من الزفر راح أضيف ورق الغار. وبعد ما شوح الدجاج راح أضيف المي، ما راح أضيف مي هواية حتى يكون السوب مركز ويكون ثخين وطعمه طيب، لأن بهذا السوب راح نطبق التمن وينطي طعم للتمن كلش طيب. وأول ما يفور أشيل الرغوة أو الزفرة، وبعدين أضيف الملح وأغطي الجدر وأترك الدجاج يستوي على راحته. وهسه نروح نحضر التمن. وهذا التمن 4 كواب ونص، راح أغسله وأنقعه لمدة نصف ساعة، وأترك التمن على صفحة. وهسه نبلش بالخضروات اللي راح نضيفها للمقلوبة. هي كالآتي: البصل والفلفل الدارة والطماطة والبوتيتا والباذنجان، وأي نوع من الخضروات تحبونه ضيفوه، يبقى اختياري. هاي الخضروات اللي راح أضيفها للمقلوبة. وهنا عندي الباذنجان حجم وسط، فراح أسويه على طول الباذنجانة. بعد ما كملنا الباذنجان هسه نروح على البوتيتا، هم وكذلك راح نسويها دوائر، والفلفل الدارة وكذلك، والطماطة والبصل، وهاي الخضروات اللي راح أضيفها. وبعدين أرش لها رشة من الملح لكل الخضروات، وأبلش أقلي بالبوتيتا، بعدين الباذنجان، وبالأخير البصل ويا الفلفل الدارة. الطماطة ما راح أشوحها، راح أضيفها بكعب الجدر وهي راح تستوي على راحتها. وهاي الخضروات ضفت لها الملح، وهسه أبلش أقليها. وورا ما أكمل قلي الخضروات نروح نسوي التمن. اللي ما يحب يقليهن بالزيت اقلوهن بالقلاية الكهربائية، أو تخلوهن بالأوفن وترشوهن شوية من الزيت. بعد ما قليت الخضروات هسه نطبق التمن. خليت شوية من الزيت وأخلي الزيت يصير حامي، بعدين أضيف نص راس بصل ثرمته مكعبات وسط، وأحمس البصل حد ما يذبل ويتغير لونه. أضيف المعجون، وضفت المعجون 3 خواشيق مليانة. وهنا إذا عندكم دبس الرمان ضيفوا دبس الرمان، ينطي طعم كلش طيب. أنا ما متوفر عندي فتكفيت بالمعجون. وراح أضيف التوابل: ربع خاشوقة مال أكل من الكمون، وربع خاشوقة مال أكل من الفلفل الأسود، ينطي طعم كلش طيب للتمن الأحمر. وأحمس المعجون لحد ما تطلع ريحته، بعدين أضيف التمن وخليه يتشوح. وضفت نمي بصرة واحدة. وهنا إذا تحبون تضيفون ثوم ضيفوا فص صغير. وبعد ما انحمس المعجون وطلعت ريحته راح أضيف التمن، صفيته من مية، وراح أشوحه بالمعجون تقريبا دقيقتين. بعدين أضيف الملح، وأضيف السوب اللي سلقنا بيه اللحم. راح أضيف الملح وأضيف السوب، إذا يحتاج بعد مي أضيف مي. وهنا يحتاج بعد مي، راح أضيف مي وأعدل التمن، أخليه طبقة واحدة، وبعدين أغطيه وأتركه لحد ما ينشف مية، وبعدين أهدره. وهسه نروح نحضر الخضروات. وهاي الخضروات بالبداية راح أخلي طبقة طماطة، وبعدين اللحم، وبعدين الدجاج، وأخلي الخضروات: البصل ويا الباذنجان البوتيتا.
وبعد ما جهزت الطبقة الأولى راح أضيف التمن، وهذا التمن بعد ما استوى وتهدر هسه نضيفه فوق الخضروات. وبنات من أضيف التمن أضغط على التمن حتى يكون مستوى واحد من نقلب المقلوبة ويكون شكلها حلو وطبقة واحدة. بنات سويت الخضروات طبقتين حتى يكون طعم المقلوبة طيب. وبعد ما ضفت الخضروات راح أضيف التمن، وأرتب التمن على كل الجدر حتى تكون طبقة حلوة ومرتبة، وأضيفه على النار أتركه لحد ما يتهدر لمدة ربع ساعة. بنات نخليه على نار شمعة. وبعد ما تهدر شوفولي المقلوبة، شوفولي الألوان وشكلها، هي الصورة تحكي وتتكلم، صار طعمها كلش طيب. وظلت كم قطعة من الطماطة بكعب الجدر راح نشيلها ونخليها فوق المقلوبة. لهنا حبايب وصلنا لنهاية الفيديو، حطولنا لايك، وإذا كنتم مشتركين اشتركوا بقناتي فضلا وليس أمرا. أستودعكم بأمان الله وحفظه، مع السلامة.